في شأن نقابي، عقد بالعيون المجلس الجهوي النقابي الموسع للاتحاد الجهوي لنقابات الأقاليم الصحراوية المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل تحت شعار الطبقة العاملة بالأقاليم الصحراوية نضال دائم لتعزيز الحقوق والمكتسبات والدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة المغربية. يوسف دعواتي ومبارك الباز. الطبقة العاملة بالأقاليم الصحراوية نضال دائم لتعزيز الحقوق والمكتسبات والدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة المغربية. حول هذا الشعار التأمت أشغال هذه المحطة التنظيمية لضخ دماء جديدة وتجديد الهياكل القيادية بالمجلس الجهوي النقابي الموسع للاتحاد الجهوي لنقابات الأقاليم الصحراوية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل. اليوم الاتحاد الجهوي لنقابات الأقاليم الصحراوية يعقد مجلسه الجهوي بمدينة العيون. هذا المجلس اللي كان ناجح بامتياز واللي بشارك فيه جميع القطاعات المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل اللي تفوق 31 قطاع، واللي داخل فيها السمارة وبوجدور والطرفايا، واللي ناقشت فيه جميع الأمور المتعلقة بالطبقة العاملة، وكانت فيها كلمة ديال الاتحاد الجهوي، وكان فيها كذلك كلمة ديال المرأة التقدمية، وكلمة كذلك ديال الشبيبة العاملة اللي عبروا كذلك عن متطلبات الطبقة العاملة بالجهة والشباب والمرأة. كما يعلم الجميع الاتحاد الجهوي لنقابات الأقاليم الصحراوية المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل يعتبر شريك اجتماعي مهم في الأقاليم الصحراوية وخاصة بجهة العيون الساقية الحمراء، حيث أصبح يعد من النقابات الرائدة المساهمة في التكوين وفي التأطير النقابي لمجموعة من الفئات. ونحن نحضر كممثلين عن النساء ورجال التعليم بطبيعة الحال لإبداء رأينا وللمشاركة في هذا العرس النضالي الذي سنعتبره دفعة تنظيمية للاتحاد الذي يجم هذه القطاعات الزاخرة بالمناضلين والمناضلات. الطبقة الشغيلة بمختلف القطاعات المنضوية تحت لواء هذا التنظيم النقابي ممثلة في أزيد من 31 قطاعا تداولت خلال أشغال هذا المجلس الجهوي مختلف الملفات المطلبية مع تجديد وحدة الصف العمالي صيانة للمكتسبات ودفاعا عن حقوق الطبقة العاملة. هذا المجلس اللي عرف حضور مكثف من جميع الفئات المكونه والقطاعات اللي كانت. احنا بالنسبه كنقابه حره للفوسفات اليوم هذا اول مجلس جهوي نحضروا له على مستوى العيون انخراطنا في شهر 6 داخل الاتحاد المغربي للشغل. احنا كنأكدوا عن طريق هذا المجلس الجهوي على انه مواصله النضال ومواصله الثبات حول المواقف النقابيه لخدمه الطبقه العامله هو مسيرنا، هو مسيرتنا اللي ننتموا بها ان شاء الله ربنا باذن الله تعالى. هذا اليوم كان بمجلسنا اليوم حاولنا ما امكن كاتحاد تقدمي ان نظهر المكانه الحقيقيه للمراه المناضله، وكذلك نبرز الدور الطلائعي في مشاركتها سواء في النضالات الملحميه جنبا الى جنب مع اخيها المناضل. وكذلك صورتنا اليوم كانت صوره استثنائيه حاولنا فيها كذلك ايصال صورتنا للنساء المعنفات والمضطهدات وتماشيا مع الايام الامميه لمناهضه العنف، وهذا كان فخر للاتحاد التقدمي بالاقاليم الصحراويه واضافه واستثناء للاقاليم الجنوبيه كتمثيليه وازنه وحضور قوي للمراه. مداولات هذه المحطة التنظيمية المؤسسة للمجلس الجهوي الموسع للاتحاد الجهوي لنقابات الأقاليم الصحراوية توجت بصياغة بيان ختامي ضمنته التنظيمات النقابية رؤيتها للواقع والمأمول في مطالب الطبقة الشغيلة باختلاف الفئات والقطاعات.